السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة وعلى خير. اليوم غندير واحد الوجبة اللي هي سهلة وبسيطة للغداء وسهلة جدا. هنا كيف ما شفتوا معنا درنا شوية ديال الملحة، درنا شوية ديال الزيت النباتية، ودرنا الروز غسلناه مزيان ودرناه في الماء. دابا غنخليوه حتى يتسلق واحد نص سلقة وغندوزو نكملو معكم. هنا كيف ما شفتوا معنا عندنا واحد 2 معالق ديال الزيت النباتية كبار. عندنا هنايا الثومة عفوا، عندنا اللوبيا قطعناها رقيقة مزيان وغسلناها. عندنا هنا خيزو تا هو قطعناه رقيق. عندنا القرعة كورجيت تا هي قطعناها رقيقة يعني حبة حبة. عندنا صدر ديال الدجاج تا هو قطعناه مرقد وقطعناه رققناه. عندنا هنا بطاطا مرققة مربعات، وعندنا القزبر والمعدنوس. كيف ما كتشوفوا مقطعين، قطعت كلشي صغير على حساب احنا غنديرو داكشي، خاص كلشي يتقطع رقيق. عندنا هنايا 3 فصوصات ديال الثوم محكوكين. وعندنا في العطرية عندنا معلقة ديال العطرية ديال الشوا. عندنا معلقة ديال الملحة، وعندنا معلقة ديال الابصار، وعندنا معلقة ديال الكركم مطحونة، وعندنا معلقة ديال التحميرة حتى هي. وغندوزو نشوفو الروز ديالنا بعد ما درنا واحد نص سلقة. دابا درنا هذا الروز نص سلقة غادي نصفيوه وغندوزو نكملو معكم الطريقة. هنا من بعد ما صفينا الروز كيف ما كتشوفوا غنديرو في واحد الاناء صافي، وغادي نبداو ان شاء الله نخويو عليه في هذيك الخضره ديالنا اللي قطعنا. كيف ما كتشوفوا انا راه كلشي قطعته رقيق على حسب انها انا دابا غندير الروز ان شاء الله مبخر. الصراحه ملي كنفكروا كل مره اش غنديروا للغدا اش غنديروا للغدا. يعني اليوم قلنا غادي نستراحوا شويه من داكشي الاخر اللي ممكن كنديرو. غنديرو اليوم الروز مبخر، الصراحه كيجي زوين وخفيف، شي حاجه اللي كتجي رائعه الصراحه وما كتمليش منه. الصراحه كيجي بنين. هنا كيف ما شتي معنا غادي نخلطوا كلشي، غنجمعوا كلشي دابا وغادي نخلطوه مزيان. هنا غنديروا الماء في البرميل تحت وغنخليوه تيغلى مزيان صافي وغنردوه يفور. غنديروا عليه شي اناء من الفوق غلاقه ديال الكاميله او كوكوط او شي حاجه، ونخليوه يطلع يطيب. هنا كيف ما شفتوا معنا انا زدت واحد الاضافه على داك الروز مبخر. غندير مطيشه. هنا درت انايا 3 مطيشات كبارين حكيتهم. درت القزبر والمعدنوس ودرت الثومه حتى هي حكيتها. يعني سميتو هاد لاصوص اللي بغا يديرها يديرها، اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش. هو الروز بخر بحال ما كاكل الخضره راه كيجي بنين، يعني ما تحتاجيش ديري مع هاد لاصوص. غير انا كنفضل ندير مع هاد لاصوص كتجي الصراحه زوينه. هنا درنا معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال الابزار، درنا واحد شويه الملحه، راس معلقه ديال الملحه. يعني ما تكثرش بزاف الملحه حيت حنا درنا الملحه في الروز تسلقات معاه، ودرنا الملحه في العطريه اللي درنا مع الروز وخلطناه معاه. يعني ما كاينلاش تبقاي ما تكثريش الملحه بزاف على حسب ان يجيك مالح. هنا درنا شويه الزيت النباتيه. هنا كيف ما كتشوفوا معنا المقيله ديالنا راه طابت وبدات، يعني ملي كتشوفها صافي طابت يعني كتطفي عليها وكتخليها بلا ما طاب داك الروز اللي دايرين يتبخر، بلا ما تبخر لنا داك الروز صافي وندوزو نكملو معكم الطريقه. هنا كيف ما كتشوفوا الرز راه تبارك الله كيما كتشوفوا راه طاب، و الخضره طابت، كلشي تبارك الله طاب في هذا الروز. دابا صافي غادي ندوزو معكم طريقه التحضير. هنا كيما كتشوفوا راه المساند الرسمي طبسيل الطاوس اللي كاين في كل دار. هنا راه حنا غادي ان شاء الله نبداو نصايبوا هادشي نستفوه، نبداو نحطو في الغداء ان شاء الله ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذاك الطريقه، داك الزيت اللي كديري في الاول مع الروز ومع العطريه و العطريه والخضره وداك الشيء كيخلي داك الروز ما كيجيش معجن لك. ملي كيطيب ما كيبقاش معجن، كيجي ملاصق مع بعضياتو، كيطيب وكيبقى مفكك مع بعضياتو. الصراحه كيجي زوين، يعني ما كيجيش الا جا معجن كيجي خايب الروز. يعني ما غاديش يجي داك الشيء اللي كنتي باغا تياه. يعني الروز خصو يجي مفرتت ويجي طايب وبنين، هذا هو الاهم. هنا انا كنت خويت، درت الطبقه الاولى وخويت فوق منها شويه لاصوص.
اللي كتصايب ديال المطيشه واللي كتصايبت معكم في الاول، وخلينا شويه حتى الاخير عاود وغنخويو عاوتاني من الفوق داك الروز، وخليت شويه بزلافه ودرت مع الحار، يعني اللي كيعجبو الحار ولا شي حاجه يدير يخليه شويه يخليه بزلافه ويدير فيه شويه ديال الحار، يحك فيه فليفله حاره او يكون شي فلفله حاره معاه. الصراحه انا كيعجبني الحار، الخصوص مع الروز مبخر كيجي يا سلام. انا درته في لاصوص وخليت شويه بزلافه. هنا كيف ما شفتوا راه حنا درنا داك اللاصوص ديالنا من الفوق داك الروز. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تقولوا لينا كيف جاكم. الصراحة راه داك جا رائع ولذيذ، وصراحة يعني الإنسان مرة هاد الروز بحال ما هكا مبخر يديرو واحد 2 مرات في السيمانة على الأقل. الصراحة راه هو روز صحي وزوين، يعني بالنسبة للوليدات ما ياكلوش الخضرة و يعني في هذا الروز كتستعملي هاداك الخضرة، كديري ليهم داك الخضروات في هذا الروز، الصراحة كيجيو بنانين ما غاديش يبقاو يركزوا عليهم. يعني إلا رققتيهم مزيان ودرتيهم ليهم مع هذا الروز الصراحة يعني ما غاديش غياكلوهم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش بواحد لايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وشي كومونتير زوين بحالكم. نهاركم مبروك، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.